طيب الله أوقاتكم سادتي وسيداتي أينما كنتم بكل خير أحييكم. وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تخريج أعضاء الدفعة 38 باء من الخدمة الوطنية من طلاب المدارس المهنية. تعزيز خدمات مستشفى أوروتا بفضل الأجهزة المخبرية الحديثة. بحث تنفيذ برامج الزراعة المصغرة في عصب. غارات على منشآت إيرانية حيوية وترامب يتحدث عن خياراته العسكرية. اجتماع في إسلام آباد الرباعي يشدد على خفض تصعيد حرب إيران. الهند تبرم صفقة أسلحة روسية رغم انتقادات ترامب. السلام عليكم ورحمة الله. بعد حصولهم على شهادات في مهن مختلفة من مدارس مهنية في أنحاء البلاد تخرج الطلاب الذين كانوا يتدربون في الدفعة 38 باء من الخدمة الوطنية من مركز معطر للتدريب العسكري. تخرج هؤلاء الشباب الذين تلقوا تدريبا عسكريا وسياسيا مكثفا لمدة 6 أشهر بشهادة من مدارس دكمحري ووينة وأسمرة وحقات وماي حبار وحلايا الحرفية في العام الدراسي 2024-2025. وأقيم حفل التخرج في 28 من مارس وحضره كبار المسؤولين بمن فيهم قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أولياي ووزير الموارد البحرية سيد تولد قلاتي وقائد القوات الجوية اللواء تخلاي عبد السلاسي. وخلال الحفل قدم الخريجون عرضا عسكريا رائعا بالإضافة إلى عروض أخرى عكست التكتيكات والفنون التي اكتسبوها نظريا وعمليا. وقال اللواء رمضان عثمان أولياء أن الاستثمار في الشباب هو جوهر جهود حكومة وشعب إريتريا لبناء دولة مزدهرة لا تقهر، معربا عن اعتقاده الراسخ بضرورة أن يعمل الخريجون بكفاءة في مجالات عملهم. وقال قائد مركز معطر للتدريب العسكري العقيد إزرا ولد جبريل إن الخريجين تلقوا تدريبا عسكريا مناسبا وتثقيفا سياسيا وغرسوا فيهم الأخلاق وساهموا في بناء قدراتهم البدنية خلال 6 أشهر، مضيفا إنهم يتخرجون بمهارات تلبي توقعات البلاد. من جانبهم تعهد الخريجون برد الجميل للشعب والحكومة اللذين أوصلاهم إلى هذه المرحلة وتلبية متطلبات الوطن. وأخيرا تم تقديم عروض ثقافية وفنية تعكس هذا اليوم، وتم منح الجوائز للفائزين في التدريبات التي أقيمت على شكل مسابقات. يشهد مستشفى أوروتا الوطني المرجعي تحسنا ملحوظا في جودة الخدمات الطبية التي يقدمها، وذلك بفضل تزويده بأجهزة مخبرية حديثة أسهمت في رفع كفاءة ودقة الفحوصات الطبية المقدمة للمرضى. وأوضح مسؤول قسم التحاليل المخبرية بالمستشفى سيد ميكائيل تخلا ميكائيل في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن المختبر يجري يوميا فحوصات طبية لأكثر من 200 مريض، بينما يصل عدد الفحوصات التي يتم تنفيذها سنويا إلى نحو 80 ألف فحص لمراجعين من مختلف مناطق البلاد. وأشار إلى أن الخدمات المخبرية لا تقتصر على سكان الإقليم الأوسط فحسب، بل تشمل أيضا عينات طبية تصل من مختلف الأقاليم الأخرى، حيث يتم إجراء التحاليل اللازمة لتشخيص العديد من الأمراض. ومن بين أكثر الحالات التي يتم رصدها في المختبر فقر الدم والتهابات الجهاز البولي، فيما يزداد انتشار الملاريا خلال موسم الخريف. وفي ختام حديثه أشار رئيس قسم المختبر إلى أن من بين الخطط المستقبلية للقسم إدخال جهاز جديد خلال الفترة القريبة المقبلة يستخدم لقياس كفاءة ومدة تنقية الدم لدى مرضى غسيل الكلى، وهو ما من شأنه تحسين متابعة حالتهم الصحية وتطوير مستوى الرعاية المقدمة لهم. عقد في مدينة عصب في 27 من مارس لقاء تشاوري تناول سبل تنفيذ برامج الزراعة المصغرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز توفير الغذاء الصحي والمتوازن لجميع المواطنين. وخلال اللقاء أوضح مسؤول فرع وزارة الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب محمد عبد الرحمن إن المبادرات التي انطلقت في مدينة عصب
ينبغي مواصلة تطويرها وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى أهمية تقديم الخبراء الزراعيين الإرشادات والدعم الفني للمزارعين، وضرورة عدم حصر هذه الأنشطة في مدينة عصب فقط، بل العمل على توسيعها لتشمل مختلف المديريات في الإقليم. من جانبهما أوضح مسؤول لجنة برامج الزراعة المصغرة في الإقليم الشاب محمد عبد الله ومسؤول اللجنة الوطنية للبرنامج السيد يوئيل يوناس إن البرنامج يركز على توسيع استخدام السماد الطبيعي ونشره، إضافة إلى تشجيع الأسر التي تمارس الزراعة المنزلية على تخصيص مساحة تقارب 1000 متر مربع من الأراضي لزراعة محاصيل مختلفة. وأشار إلى أن هذه البرامج تشمل تطوير زراعة الخضروات وتربية النحل وإنتاج الألبان، بما يسهم في تحسين مستوى الأمن الغذائي للأسر. وفي ختام اللقاء أكد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن نحو 70% من سكان الإقليم يعتمدون على الرعي، مشيرا إلى أن الجهود الجارية لتجميع القرى وتوسيع النشاط الزراعي تتطلب تعاونا وثيقا بين المختصين والمديريات لضمان نجاح البرامج التنموية في المنطقة. نظم أسبوع يسلط الضوء على الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية للطلاب في مديريتي جندع ودباروة، وشارك أكثر من 17 ألف طالب من 24 مدرسة في المسابقات التي أقيمت في مديرية جندع في الفترة من 10 إلى 26 من مارس. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ محمد علي عمر إن الهدف من هذه البرامج هو تعزيز قدرات الطلاب البدنية والنفسية، مضيفا أن قطاع الصحة سيحظى أيضا باهتمام مماثل للرياضة والثقافة. وأضاف الأستاذ محمد علي أن أسبوع الطلاب يحقق نتائج مرضية وله دور هام في غرس وحفظ التراث الغني لمجتمعهم وقيمهم الثورية. في الوقت نفسه أقيم أسبوع للطلاب في مديرية دباروة يومي 27 و28 من مارس تحت شعار الطلاب الأقوياء بدنيا ونفسيا هم من يؤمنون الوطن. وتضمن الأسبوع الذي شارك فيه طلاب من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية مسابقات رياضية ومناظرات وأمسيات شعرية ومعلومات عامة وعروض فنية وفعاليات إبداعية. وقال الأستاذ تدروس سلمون مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بالمديرية إن البرنامج سيساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم واهتمامهم وتنميتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات. وأشار الأستاذ تدروس أبراهام مسؤول الخدمات التعليمية إلى وجود روح تنافسية عالية بين الطلاب والمدارس، حاثا الطلاب على السعي لتحقيق أقصى قدر من النجاح. قام طلاب المرحلة الثانوية مديرية عدخالة بالتبرع الطوعي بالدم لدعم المخزون الوطني من الدم. وخلال المبادرة التي نظمت في الفترة من 23 إلى 26 من مارس في مدرستي عدخالة وفلقية الثانويتين، تم جمع 543 كيسا من الدم بفضل مشاركة الطلاب المتبرعين. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ حدش أمانييل أن هذه المبادرة تعكس مستوى الوعي المتنامي لدى الطلاب بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى ضرورة توسيع مثل هذه الأنشطة لتشمل مختلف المدارس. من جانبه أفاد مسؤول خدمة التبرع الطوعي بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري إبراهيم أن مساهمة الطلاب في حملات التبرع تشهد تزايدا مستمرا مع مرور الوقت، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في تعزيز توفر الدم وتلبية احتياجات المؤسسات الصحية في البلاد. وأشار الطلاب المتبرعون إنهم يدركون أن التبرع بالدم لا يحقق فقط شعورا إنسانيا بالرضا، بل يحمل أيضا فوائد صحية للمتبرعين، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في مبادرات مماثلة خلال الفترة المقبلة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. في اليوم 31 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت وحدة لإنتاج البتروكيماويات في تبريز شمال غربي البلاد، ومطار مهر أباد غربي طهران، وفرعا للبنك الوطني، ومصنعا للورق المقوى جنوبي العاصمة.
وفي إسرائيل قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرتين أطلقتا من اليمن باتجاه إيلات جنوبا خلال ساعة واحدة وسط دوي أصوات انفجارات. وفي لبنان أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مستوطنات إسرائيلية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات جنوبي لبنان، قائلا أنه هاجم جنودا إسرائيليين في محيط مدرسة بلدة دير سريان جنوبي البلاد. سياسيا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ربما تستولي على جزيرة خارك الإيرانية، قائلا إنه لا يعتقد أن لدى إيران قدرة على الدفاع، ومشددا أيضا على أن خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني، وذلك في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز. شدد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان خلال اجتماع رباعي في إسلام آباد على التنسيق المشترك والاستمرار في التشاور لدعم مساعي خفض التصعيد وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحول دون اتساع رقعة حرب إيران. وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن بلاده ناقشت السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة قريبا وبشكل مستدام، مشيرا إلى اطلاع الوزراء والوفود على المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد. فيما ورد في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزراء تبادلوا التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة لحرب إيران وآثاره على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، فضلا عن تداعياته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة. وبحسب وزارة الخارجية الباكستانية فإن الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وتركيا هاكان فيدان ومصر بدر عبد العاطي وباكستان إسحاق دار تناول تطورات الأوضاع الإقليمية إلى جانب مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك في ظل التصعيد المستمر في المنطقة. وافقت الهند على شراء أسلحة بقيمة 25 مليار دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ المصنعة في روسيا وفقا لوزارة الدفاع، في خطوة قد تثير استياء الولايات المتحدة الأمريكية. ووافق مجلس المشتريات الدفاعية الذي يرأسه الوزير راغناث سينغ على شراء 5 أنظمة إضافية من أنظمة الصواريخ أرض جو المصنوعة في روسيا بتكلفة تقديرية تبلغ 6.1 مليار دولار. وقالت الوزارة في بيان إن نظام S-400 سيتصدى للتهديدات الجوية بعيدة المدى التي تستهدف مناطق حيوية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتملك الهند 3 من هذه الأنظمة وقد استخدمتها خلال النزاع الذي استمر 4 أيام مع باكستان في مايو من العام الماضي، ومن المرجح تسليم نظامين إضافيين خلال الأشهر القليلة المقبلة. أعلن الجيش وخفر السواحل في الصين أن البلاد نفذت دوريات بحرية وجوية ودوريات لخفر السواحل حول سكاربورو في بحر الصين الجنوبي. وجاءت هذه الدوريات بعد استئناف بكين ومانيلا محادثات مهمة حول المياه المتنازع عليها الأسبوع الماضي وناقشتها التعاون في مجال النفط والغاز في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن المحادثات شكلت أيضا أول مناقشة واسعة النطاق حول العلاقات الثنائية منذ مارس 2023 بهدف بناء الثقة من بين أمور أخرى. وناقش الجانبان أيضا التعاون في مجالات مثل إنفاذ القانون البحري والعلوم والتكنولوجيا البحرية وأحرزا تقدما إيجابيا. واتفقا على تعزيز التواصل بشأن القضايا البحرية وإدارة الوضع البحري بشكل مناسب وتعزيز التعاون العملي المستقر في مختلف المجالات. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تخريج الدفعة 38 باء من الخدمة الوطنية من طلاب المدارس المهنية. تعزيز خدمات مستشفى أوروتا بفضل الأجهزة المخبرية الحديثة. بحث تنفيذ برامج الزراعة المصغرة في عصب.
غارات على منشآت إيرانية حيوية وترامب يتحدث عن خياراته العسكرية. اجتماع إسلام آباد الرباعي يشدد على خفض تصعيد حرب إيران. الهند تبرم صفقة أسلحة روسية رغم انتقادات ترامب. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.